صراحه اللقب في اخر دقائق تضيع تيبقى فينا الحال. كي حنا كجمهور الوداد فخورين بالفريق ديالنا تيمثلنا زعما اخر الادوار. الفريق في اضعف المواسم ديالو تيستطيع انه يلعب الفينال، هذا ماشي سهل. تيبقى لقب ضايع، ولكن الوداد ان شاء الله غتعاود تنوض وغدير ان شاء الله العام الجاي نشوفوا وداد اخرى ثاني. حنا زعما كاين حيت مشى لنا اللقب، ولكن فخورين بالفرقه ديالنا. سال موسم 2022 والوداد متوج بلقب البطولة الوطنية، لكن الفرحة ما كانتش كاملة، بحيث انهم فقدوا افضل مدرب داز في تاريخ النادي اللي كان عنده الفضل الاكبر بتحقيقهم العصبة في موسم 2021-2022، وليد الركراكي، بعد ما انتقل لتدريب المنتخب الوطني بسبب مطالبة الجماهير المغربية بذلك. فكان لابد لإدارة النادي الأحمر إيجاد بروفايل لتدريب الفريق، ليعلن يوم 18 غشت 2022 المدرب الدولي السابق حسين عموتة كمدرب جديد للنادي. أعلن رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي السيد سعيد الناصري اليوم الخميس التعاقد رسميا مع الإطار التقني الوطني السيد حسين عموتة، واللي سبق ليه درب الشياطين الحمر في موسم 2017-2018 ورجع دابا باش يعاود يحيي أمجاده مع الحمر. خبر اللي لقى ترحيب كبير من الجمهور، ظنا منهم انه غيتولى خلافة الركراكي، لكن غيطرى العكس، بحيث انه غيواجه انتقادات كثيرة بسبب ضعف الاداء وعدم الانضباط في تدريب الفريق، الشيء اللي ادى للاقالة ديالو. بالنسبة للاقالة ديال عموتة هي نجيك الصراحة كانت حنا كنا بغيناها من قبل، من شحال هذه، حقاش من مشى الركراكي ما بقيناش شفنا ديك اللمسه ديال المدرب. ومر النادي بجوج من المدربين اللي تولاو عرش قياده النادي الاحمر مؤقتا، التونسي مهدي النفطي والاسباني خوان كارلوس، قبل مجيء المدرب الحالي سفين فان دير بروك، واللي عقدوا فيه جماهير الوداد امال كبيره. فبعد رحيل اشرف داري، مبينزا وتسومو، كان لابد لسفين من الظفر بعده صفقات قبل بدايه المنافسه. فكيف كان متوقع، سفين دار ميركاتو كبير باستقطابه العديد من اللاعبين، اهمهم يوسف مطيع، حسين بن عياده، اسماعيل مترجي، حميد احداد، ثم محمد وناجم. ويتسناو الوداديين القرعه غير مكترثين بالخصوم المقبلين، قرعه اللي حطاتهم مع بتروليوس الانغولي، فيتا كلوب الكونغولي، ثم شبيبه القبائل الجزائريه. وافتتحوا ولاد الحمراء سباق المجموعات بخساره غير متوقعه ضد نادي شبيبه القبائل. فبدات الشكوك تنتاب الكل في مقدرة النادي على العبور من دور المجموعات، خصوصا في غياب أهم لاعب بالنادي الجمهور، اللي طالما كان هو النجم الأول والمؤثر في معظم إنجازات الفريق الأحمر. لكن بعزيمة الرجال وثقة المدرب قدروا يحققوا الفوز ضد بتروليوس بنتيجة 1-0 خارج أرض الوطن. ليهزوا الرحال بعدها للكونغو لمواجهة نادي فيتا كلوب، مباراة اللي عرفت تفوق الكتيبة الحمراء بهدف مقابل 0. نتيجة خلت الوداد تصدر المجموعة في انتظار مقابلة الإياب ضد نادي بتروليوس، مباراة اللي ماشي بحال اللي سبقوها. كيفاش غتكون في حالهم، وهي اللي غتعرف عودة اللاعب رقم 1 الجمهور. فكانت عودة مباركة خلات اللاعبين يحسوا بحبهم الحقيقي للكيان الأحمر، وقدروا يحققوا الفوز على النادي الأنغولي بنتيجة 2-1. Mistake from the goalkeeper Hugo Marquez. Now a tender header also not going to plan, but then with a few minutes remaining, with men all at the wrong end of the pitch, Petrolios picked off on the counter-attack.
فبقاو لهم مقابلتين لتأكيد الصدارة. لعبوا الأولى ضد نادي فيتا كلوب، سالاوها بتعادل سلبي، وبقى ماتش واحد ضد شبيبة القبائل وسط مركب محمد الخامس، فين بدا جمهور الحمراء بتيفو واحتفالية جميلة كملوها اللاعبين على أرضية الملعب بفوزهم بنتيجة 3-0. 38 minutes, hits of handball, just 6 minutes after the restart. A poor clearance to the edge of the area, and Daoudi tipping off the post, but then El Muhtaraji on his birthday. خمسة أبريل 2023 دارت قرعة ربع النهائي اللي حطت الوداد أمام فريق سيمبا التنزاني، ومشات الكتيبة الحمراء لتنزانيا بنية واحدة واللي هي الخروج بنتيجة إيجابية تخليهم يلعبوا الإياب بأريحية، لكن غيتعثروا بنتيجة 1-0 بهدف مباغت في الدقيقة 31 من المباراة. ورجعوا لكازا وكلهم امل باش يرجعوا في النتيجه، مؤازرين بجماهير كان همها الوحيد العبور للنصف النهائي، مباراه اللي عرفات استفاقه من ولاد الحمراء اللي ينهوا المباراه بتسجيلهم هدف وحيد. يرفع داخل منطقه الجزاء في ارسن، في كذلك الزونه بالراس، وغينتقلوا لضربات الجزاء اللي غيشهدوا على تألق الحارس الشاب مطيع. صد المطيع وبرافو يوسف المطيع في التصدي. هذه الأخيرة يا المطيع. فوز أهلهم للنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي، والخصم هاد المرة نادي سان داونز العريق. فقبل مباراة الذهاب بعدة أيام تأكد أن السيد فوزي القجع نجح الترشيح للمغرب لاستضافة المباراة النهائية، موضوع اللي فيما بعد غيكبر وغيخلق ضجة كبيرة. وبدات المباراة الأولى في مركب محمد الخامس واللي سالات بتعادل سلبي، الشيء اللي غيصعب المأمورية على نادي الوداد، خصوصا وأنهم لاعبين خارج أرض الوطن. وجات الضربة القاضية للمصريين ليقرر رسميا تنظيم النهائي بالمغرب، فتسناو المصريين باش يتلعب الإياب باش يبداو حملاتهم الإعلانية المعروفة، وداك الشيء اللي كان. ورغم لعب وليدات الحمراء الإياب وسالوه بتعادل أدى لتأهلهم للنهائي. وبدات الحملات الإعلامية المصرية المستفزة للجهازين الكرويين المغربي والإفريقي. تيجي تقول انا حدي الفرقه دي تلعب في ارضها، كانك بتقول لهم مبروك عليكم البطوله، كانك بتقول لهم احنا عايزين نكسبكم البطوله، فده يبقى قرار اسمه قرار توجيهي. وكان جواب السيد القجع ان المغرب تقدم بالطلب قبل دور النصف النهائي، ثم ان الاتحاد المصري ما تقدم حتى شي طلب في الاجل المحدد، وتطوات هذه الصفحه. الشحات عرضية خطيرة والهدف الأول للنادي الأهلي. 1-0 بيرسي تاو، 1-0 تاو. طويلة ممتازة خطيرة، والفرصة والحارس والدفاع والهدف الثاني. الهدف الثاني كهربا شعللها. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. علي معلول يوسع جول أهلاوي. علي معلول